بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب نكون بخير ان شاء الله، بنذاكر بعون الله كده على خير، مش قاعدين مريحين زي ما بنقول كل فيديو. ماشي يا حبيبي، ذاكر كده ربنا معاك ان شاء الله. الفيديو بعد سيادتك دوت في الاسئله بتاعت الوزاره زي ما اتفقنا على الباب الثاني، اخلاق البيوتيق. فاكر ايه اخلاق البيوتيق؟ اخلاق علماء البيولوجي والاطباء. الباب الثاني دوت يا حبيبي من الابواب اللي بيجي لك اخر السنه، فيها من 5 ل6 اسئله على اخر السنه. احنا برضو جايب لك كل الاسئله اللي جت فيها يا حبيب من مايو 21 لمايو 23 باغسطس بالنماذج كالعاده. تعالوا نخش على طول على الاسئله بتاعتنا بترتيبها. برضو في مايو 21 سالوا في التعريف نفسه. يقول محمد عابد الجبري ان الاحراج الشديد الذي تتعرض له القيم الاخلاقيه اليوم من جراء التقدم في المجال البيولوجي والطبي. امسك هنا يا عم، المجال ايه؟ البيولوجي والطبي. وده ساتك اختيارات. وطبعا زي ما قلت لك، ما دام بنتكلم على اخلاق البيولوجي والطبي، اخلاق البيئه طبعا دي علاقه الانسان بالبيئه ملهاش علاقه. اخلاق المهنه لما بنتكلم في المهن المختلفه دي كلها ملهاش اي دعوه. طبعا التفلسف ملوش اي علاقه. قلنا لسيادتك الاخلاق البيولوجيه والطبيه هي دي اللي اسمها مفهوم البيوتيقا. كانت اجابتك رقم مفهوم البيوتيقا، عشان قال لي سيادتك المجال البيولوجي والمجال الطبي. ماشي يا حبيبي. جينا في النماذج 21 قلنا لك برضو تناول المؤتمر العام لليونسكو الحديث عن المسائل الاخلاقيه المتعلقه بالطب وعلم الحياه. ما هو خد بالك، ممكن المكان البيولوجي والطبي يقول لك علوم الحياه، لان علماء البيولوجي بيعملوا ابحاث علميه عن بني ادمين عشان الادويه بتاعتنا. الاطباء بيعالجونا ربنا يبارك لهم، فالاثنين دول مسؤولين عن علم الحياه. زي ما قالت حتى جاكلين روز، علم معياري يتعلق بالسلوك الانساني المقبول في قضايا الحياه والموت. عشان كده اخلاق البيوتيقا بيسموها بعلم الحياه او اخلاق علم الحياه، زي ما كان قال على ايه فان بوتر وجاكلين روز. فلما قالك في سؤالك الثاني الطب والحياه، طبعا كانت اجابتنا الصحيحه هي الاخلاق البيوتيقيه. طبعا ما تنفعش اقول اخلاق المهنه، الاخلاق المهنيه ولا المثاليه ولا التطبيقيه. بس خد بالك بقى من حاجه بقى هنا. بص يا معلم، هو السؤال قال لسيادتك ايه؟ الطب وعلم الحياه. عارف لو زود لك اي علم تاني بعد كده، الطب وعلم الحياه والسياسه او القانون او الادب، اي علم تاني بعد الطب وعلم الحياه اللي عند سيادتك دولت، ساعتها مش هتختار الاخلاق البيوتيقه، هختار الاخلاق التطبيقيه، لان الاخلاق البيوتيقه جزء من الاخلاق التطبيقيه. خد بالك، بيوتيقا قلت لك اطباء بيولوجيين بس، اخلاق تطبيقيه لكل المهن والعلوم. فلو جاب لك علم تاني زياده على الطب والحياه، خد بالك من اللعبه الخبيثه ديت، ساعتها تبقى الاخلاق التطبيقيه. شكلك فاهم يا نص. ماشي يا حبيبي، عشان ما يضحكش عليه. 3. يقول الدكتور احمد عبد الحليم، مشروع ده جه في اغسطس 21 بعيد عنك وعن السامعين. مشروع هدفه الحفاظ على الجنس البشري وتوفير شروط استمراريته في الحياة بإجراء حوار بين القيم الإنسانية والعلوم البيولوجية. برضه في علوم البيولوجي، وسؤالك قاصر على العلوم البيولوجي بس وتأثيره على الحياة البشرية. ما دام سؤالنا بيولوجي بس أو الأطباء بس، ساعتها واحنا مغمضين بنروح زي ما قلت لك ليه يا باشا؟ للبيوتيقا، اللي هي الاخلاق البيوطبيه، ده اسمها التاني. عشان كده كان اختيارنا البيوطبيه اللي هي البيوتيقا او البيولوجيه والطبيه. فدي كانت اسئله على تعريفاتهم بصفه عامه. سؤالك في الطب، في البيولوجي، في علوم الحياه بس بيوتيقا، زودنا اي علم تاني عليه الاخلاق التطبيقيه. بعد كده المجموعه الثانيه بتكلم فيها على علاقه البيوتيقا بالفلسفه. ما البيوتيقا مشتقه من الفلسفه، البيوتيقا جايه من مبحث القيم. يقول لك ساعه فان رونسلر بوتر، اللي هو فان بوتر. خد بالك بوتر ده الاب الروحي للبيوتيقا. 1970 المقاله بتاعته البيوتيقا علم البقاء، ده بيعتبره الاب الروحي للبيوتيقا. فان بوتر قال لك ايه؟ من خلال كتابه الجسر نحو المستقبل، إعادة الوصل بين العلم والأخلاق في وضع مصطلح بيوتيقا من خلال الجمع بين بايوز اللي هو الحياة، استيوكس اللي هو الأخلاق. وما تركزوش عليها في الإنجليزي، الإنجليزي بتاعها بعافية زي حالتكم. وهذا له غاية أساسية، هي إنشاء أخلاق تستخدم العلوم البيولوجية بهدف تحسين الوضع الإنساني. أما نتكلم على الأخلاق بتكلم على مبحث القيم. طب الأنتولوجيا ده مبحث الوجود، ابستمولوجيا مبحث المعرفة، ميدولوجيا دي دراسة الأرض مالناش دعوة بيها،
لكن مبحث القيم حبيبي اسمه الإكسيولوجيا. ما هو الوجود المعرفة الوجود أنتولوجيا، المعرفة إبستمولوجيا، القيم إكسيولوجيا. فتبقى عارف إن البيوتيقا جاي من مبحث القيم اللي اسمه الإكسيولوجيا. اللي بعد منه بنسألك بقى على الطابع البيوتيقي للفكر الفلسفي، ودي بتيجي برضو كتير، خد بالك جات لك السنة اللي فاتت في مايو 23. قال لك يقول سيدويك إن تفضيل المذهب النفعي، فاسألك هنا على المذهب النفعي على أساس أن نظرياته تساعدنا في حل التناقضات بين التزامات الضمير وبين المبادئ الأخلاقية للوعي العام التي لا يمكن حلها. يدلل القول السابق على أحد معالم ارتباط البيوتيقا بالفلسفة، وادالك اختيارات. هنا بنتكلمك على المذهب النفعي، تفضيل المذهب النفعي على الأخلاق. طب المذهب النفعي ده يا عم شريف هل هو مناقشة قضايا الثورة البيولوجية؟ أقول لك لا، الثورة البيولوجية لما يجيب لك بقى زرع الأعضاء، يجيب لك موت الدماغ، يجيب لك الاستنساخ، يجيب لك القتل الرحيم، دي الثورة البيولوجية ما تنفعنيش. إغفال المفاهيم الأخلاقية القديمة، لو جاب لك في سؤال الحق، الخير، الواجب، الجمال مش موجود في السؤال، ما ينفعنيش. دور الفلاسفة نشأة البيوتيقا، لو كان بيكلمك على اللجان الأخلاقية، مؤتمرات عملنا على البيوتيقا، وده سؤال ما قالش كده، ما ينفعنيش. التأكيد على الواقع العملي الواقعي، البراجماتية، المذهب البراجماتي، فاكر البراجماتية؟ المذهب العملي، المذهب الواقعي، المذهب النفعي. الله ينور عليك، سامعك وانت بتقول البراجماتية يعني النفعية يا مستر، سامعك يا اختي سامعك. فالمذهب النفعي الواقع العملي والواقعي اللي هو قصدهم بيها البراجماتية الأمريكية رقم د. مش محتاجة حاجة يعني. 3. سألنا برضه على الطابع الفلسفي برضه للبيوتيق. يرى هانز يونس، ده بتاع أخلاق المسؤولية، خد بالك بتاع الباب الأولاني، ما برضه ليه دور هنا في كتابه مبدأ المسؤولية، أن الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة اتخذت توجها بيولوجيا مذهلا، أصبح معه التقدم العلمي التكنولوجي يشكل محورا أخلاقيا على الإنسانية، مما يفرض فكرا أخلاقيا يتمحور حول مبدأ المسؤولية. ده معناه احنا عايزين أفكار أخلاقية. أفكار إيه؟ أخلاقية، خد بالك. طب لما نتكلم على الأفكار الأخلاقية اللي احنا عايزينها زي الحق والواجب والخير والجمال هل جنب النظرية؟ اوعى تختارها. البيوتيقا مش نظري، البيوتيقا جانب جزء من الأخلاق التطبيقية، ما ينفعش اختار جانب النظرية دي خالص، مش عايز تخلف. حلو الكلام يا حبيبي؟ تمام. تنظيم الممارسة النظرية للعلم مالهاش علاقة. قلنا ترسيخ ومناقشة بعض القيم، تنفع، ما الأخلاق هي القيم، ما المسألة فوق مبحث القيم اللي هو الأخلاق الإكسيولوجيا. بس كمل. تشكيل اللجان الأخلاقية من الفلاسفة مالهاش علاقة بيها خالص. يعني الإجابة الصح بتاعتنا كانت رقم ج زي ما قلت لك، ترسيخ ومناقشة بعض القيم، لما قرينا الأسئلة اللي بعد منها. وده كان سؤالك رقم 3 في علاقة البيوتيقا بالفلسفة. سؤالك 4 جه في نماذج 21. يقول صامويل جرويتس: ذهب معظم الباحثين إلى أن الأخلاق البيولوجية نشأت لأن المجتمع الطبي أراد أن يفرض الأمانة أو الاستقامة الأخلاقية على الأبحاث الأمريكية. الله يسامحهم يا أخي، واجعين دماغنا في كل حاجة، الله يسامحهم. يفرض الأمانة أو الاستقامة الأخلاقية على الأبحاث الأمريكية المتعلقة بالشؤون الإنسانية. فالأخلاق البيولوجية إذن هي فحص نقدي للأبعاد الأخلاقية للقرارات اللي بتتخذها الشؤون الإنسانية. إحنا عايزين نفرض الأمانة والاستقامة على الأبحاث، عايزين ننمي الأخلاق في الأبحاث. وتعال تشوف اختياراتنا. إهمال الطابع العملي مستحيل أختار، لأن أساسا هي فيها طابع عملي أساسا، كان السؤال اللي قبل منها. طب استبعاد الفلاسفة من الأخلاقية، استبعاد. ده تنظيم الممارسة النظرية، ما فيش ممارسة نظرية زي ما قلت لك. ما هو ساعات خد بالك السؤال يخدمك، والله تلاقي كده واحدة ولا اتنين استبعاد. لكن بصفة عامة حبيبي، ما دام اتكلمناك على أمانة وكلمناك على استقامة وكلمناك على أخلاق، احنا بنرسخ مناقشة وترسيخ المفهوم ايه يا باشا؟ القيم. يبقى اجابتك رقم ب. وادي علاقة البيوتيقا بالفلسفة مع تعريفاتها. ومن الجزئيتين دولت سؤال، يعني اما من التعريفات
ده بيوتيقة، دي أخلاق تطبيقية، ولا بقى علاقة البيوتيقة والفلسفة دي أهم؟ بيجي لك منها سؤال. ماشي يا باشا، تعالى للمعلومة المجموعة التانية. هنا بقى سؤال أساسي، أهم مجالات الأخلاق البيوطبية أو البيوتيقة. 3 مجالات: أخلاق العيادة، علاقة الطبيب بالمريض عاملة إزاي في علاج وحفظ أسرار. أخلاق البحث العلمي، إزاي نعمل دراسات وأبحاث على البني آدمين وتجارب. أخلاق السياسة الصحية، إزاي الدولة مسؤولة عن علاج جميع المرضى دون تميز بينهم. اوعى تنسى اسم العالم ديفيد روز، موجود في العيادة والبحث العلمي. هيجي لك سؤال أكيد من أخلاقيات العيادة أو بحث أو سياسة صحية، فخد بالك من الجزئية ديت، هتلاقيها كل سنة عند سيادتك، إما بالاسم أو مدلوله زي ما اتفقنا. في سؤالك الأولاني اللي جه في مايو السنة اللي فاتت، قيام فريق من جامعة هارفارد بجمع الآلاف من العينات الحيوية لمواطنين صينيين سنة 97. جمعوا شوية عينات كده، خدوا عينات من ناس من مواطنين صينيين، وذلك بالتواطؤ مع أحد الباحثين الصينيين. يخص عليكم عن اللي رباط تواطؤ على بلده مبررين إن هذه الدراسة بس يعني احنا بنعمل دراسة بقى في الرقي بالرعاية الصحية المقدمة لهم. بعد افتضاح الأمر اكتفى مدير جامعة هارفارد بالاعتذار لحكومة الصين عن هذا العمل الغير أخلاقي، والنبي محترم والله بتاع هارفارد ده اعتذر لهم بعد ما سوح الناس وخد منهم عينات. يا عم مالناش دعوة، مش هقول لك برضه جامعة هارفارد دي فين، خش على النت وانت تعرف، ما تقولش بس ده كارههم كده من النفس يا عم. المهم عملنا دراسة وخدنا عينات من الناس وشفنا الكلام ده يمشي مع مين بقى. أخلاق العيادة، احنا جالنا الناس وعالجناهم، ما حصلش. السياسة الصحية، دولة مسؤولة عن علاج ناس، ما حصلش. منظومة العلاج يا ريتنا عالجناهم. احنا لما بنعمل حبيبي دراسات يعني بنعمل ابحاث علمية، فكانت اجابة سيادتك البحث العلمي، اخلاقيات المتعلقة بسياسات البحث العلمي وازاي نعمل تجارب على الانسان. فاجابتك كده كانت رقم ب. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ سؤالك التاني جبت نماذج 23. قال لي سيادتك في السؤال: إعلان الدولة المصرية عن مبادرة الكشف المبكر عن أعراض السمنة والأنيميا، كتر الله خيرهم. الدولة عملت مبادرة للكشف المبكر، الدولة بتعمل لك وقاية من الأمراض، الدولة بتعمل لك وقاية وحماية. وقلت لك لما الدولة تبقى هي المسؤولة عن العلاج، مش أخلاق العيادة ولا بحث علمي، دي اخلاق ايه يا معلم؟ سياسه صحيه. مسؤوليه الدوله، جدع جدع يالا، سامعك يالا، مسؤوليه الدوله عن كافه ايه اجرافها. والسؤال بيقول لي هنا عندنا ايه اجاباتنا؟ تقنين العلاقه بين الطبيب والمريض، دي اخلاق عياده ما تنفعنيش. مراعاه الجوانب الاخلاقيه في الابحاث، ده اخلاق بحث علمي ما تنفعنيش. رسم خارطه علاج تقدم للمريض، انه تقدم للمريض، ما تنفعنيش، لان دي برضو اخلاق عياده برضو. تقنين علاج يبقى الف وجيم، الاثنين اخلاق عياده. ب اخلاق بحث علمي. لكن لما يقول لسيادتك يا حبيبي رسم قيام السلطات الطبيه، هي السلطات الطبيه اللي هو الوزاره نفسها بوضع خطط وقوانين. السلطات الطبيه والوزارات والهيئات الحكوميه دي اخلاقيات السياسه الصحيه. كانت اجابتك ساعتها في رقم د، قيام السلطات الطبية اللي بتساوي أخلاق السياسة الصحية. سؤالك الثالث: في أواخر الخمسينات أتي ب12 مريضا بالسرطان من جامعة كولومبيا ومستشفى مونتنكيور، برضه خد بالك في أمريكا. يا جدعان هقولوا إيه بس، يلا ما علينا. طب الناس دي احنا جبناهم ليه بقى؟ لما جبنا الناس دي في اواخر الخمسينات وعشان نعالجهم، قال لك وتعاطوا الكالسيوم المشع ولقياس نسبة امتصاص الإشعاع في الأنسجة. يا صلاة الزين يا صلاة الزين، يعني احنا لما اديناهم حاجة اديناهم كالسيوم مش عشان خاطر نعالجهم، احنا عشان نقيس نسبة امتصاص الإشعاع، نعمل دراسات وأبحاث عليهم. دراسات وأبحاث على المريض، مش سياسة صحية، مش أخلاق عيادة ولا صحة عامة ولا أخلاق بني آدمين إن جيت للحق يعني لكنها بصفة عامة حبيبي هي أخلاقيات البحث العلمي، اللي هي إجراء الأبحاث على الإنسان. زي ما قلت لك لما نجري أبحاثنا على البني آدمين، دي أخلاقيات البحث العلمي. وده سؤالك الثالث اللي جه في مايو 22. هتلاقي بقى مايو 22 و21 و23 وأغسطس كل سنة سؤال يا حبيبي. هنا 4 في عام 1972
تم اجراء دراسة طبية على المرضى. خلاص بقى السؤال بان، اما نعمل دراسة طبية على المرضى في مقابل وجبات ساخنة وفحوصات طبية مجانية ودفن الموتى، يعني نشيل ده ايه شوية امتيازات عشان نعمل عليهم الدراسات دي. وكان يتغير طقم المرضى وهكذا وي ولا توجد بروتوكولات مكتوبة، وتم حفظ السجلات بشكل سيء، وده بيخالف أحد مجالات البيوتيقا وإدراك اختيارات. أخلاقيات الصحة العمومية ده جزء من أخلاقيات السياسة الصحية، ملهاش علاقة. أخلاقيات سياسة صحية ملهاش علاقة زي ما قلنا. أخلاق عيادة ده مريض وطبيب. لكن حبيبي لما قلنا لسيادتك عملنا دراسة عليهم، كانت أخلاقيات البحث العلمي كانت رقم ألف. يبقى أنا لما نقرأ السؤال كويس حبيبي نعرف نحله كويس. الله يبارك لك. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك من الصبح. اللي بعد رقم 5، في الأعوام من 1932 ل 1970 في عيادة صحة معهد توسكيجي في أمريكا. يا دي أمريكا طبعا. وهتلاقي كلمة أخلاق عيادة في عيادة كذا، قال لك اجري اعمل أخلاق عيادة يلا. قال لك استنى احنا كنا بنعمل في العيادة دي مع الإجراء دراسة لمعرفة مدى تطور مرض الزهايمر فقط على الرجال الأفارقة. فاحنا كنا في العيادة بنعمل ايه؟ ما بنعالجش الناس، كنا بنعمل دراسات على الناس ديت. لكن الافراد المشاركين لم يخبرهم احد بانهم لا ياخذون علاجا فعالا ولا بطبيعة مرضهم، بل لم يعرفوا انهم يساهمون في دراسة علمية. وسهل لك على الاخر حبيبي، لما نعمل دراسة او دراسة علمية زي ما اتفقنا، ولا تنفع معايا سياسة صحية قلت لك مسؤولية الدولة على علاج الناس، ولا عيادة مسؤولية الطبيب على المريض، ولا صحة عمومية وقاية من الأمراض. هنا بنتكلم على إيه يا باشا؟ على أخلاقيات البحث العلمي، الدراسة اللي اتعملت. كان سؤالك رقم 5. اللي بعد رقم 6، قامت وزارة الصحة بإعداد قاعدة بيانات لمعرفة عدد المستشفيات المتوفرة في كل مدينة وقرية، وعدد الأحياء ومتوفر المستلزمات الطبية، وذلك عارف لو سألك لحد هنا بس اختيارك يختلف. مدة خطة علاج، توزيع موارد صحية، الصحة القومية، منظومة العلاج. لو سؤالك لحد هنا وبس يبقى توزيع الموارد. لكن قال لي سيادتك وذلك لتقديم خدمة طبية منظمة ودقيقة. احنا بنعمل كده عشان نقدم خدمة طبية منظمة ودقيقة، يعني عشان نعالج علاج سليم. وبالتالي خطط العلاج صحة قومية، توزيع موارد صحية ما تنفعنيش. كان سؤالنا هنا يا باشا على ايه يا حبيبي؟ على منظومة العلاج بتاعت سيادتك. ما انت عندك الخلقات الصحية لها 3 حاجات. اولا الصحة العمومية، نعمل وقاية وحماية للناس من جميع الامراض. منظومة العلاج لما نوفر لهم كل الاساليب والقرارات والحاجات المناسبة لعلاجهم، زي السؤال ما بيقول لي سيادتك. توزيع الموارد لما نوزع المستشفيات ونوزع الأطباء، لما نوزع الدكاترة، لما نوزع الأجهزة على كل أنحاء الدولة. هتقول لي زي السؤال هنا كان زمان نص السؤال أول ما كان بيقول لي سيادتك، لكن قال لك ده تقديم خدمة طبية منظمة. بنتكلم على منظومة العلاج إيه. سؤالك رقم 7 آخر سؤال في الجزئية ديت اللي قلت لك لازم يجي لك منها سؤال. تعهدت الدولة المصرية بعمل تحاليل مجانية للمصريين للكشف على الأمراض ومكافحتها تحت شعار 100 مليون صحة. لما نقول لسيادتك الدولة لما تتعهد انها تعمل تحاليل للناس، مسؤولية الدولة عن علاج المرضى. سياسة بحث علمي؟ لا. طبيب؟ لا. عيادة؟ ملاش علاقة. مسؤولية الدولة بنتكلم على أخلاقيات السياسة الصحية، وهي مسؤولية الدولة. ماشي يا حبيبي؟ ودي مجموعة الأسئلة اللي كانت على الجزئية الثانية اللي لازم هيجي لك سؤال. هتقول لي بقى تتخبس، أنا عارفك تتخبس. تقول لي إيه؟ الأسئلة كلها لسه راحت في حاجتين: أخلاق بحث علمي، سياسة صحية. مش هي أخلاق عيادة أقول لك حمار. مالكش دعوة كان دي السنين اللي فاتت. إحنا يا بابا بنوريك بس صيغ أسئلة عشان تاخد أفكار عامة وتعرف تحل حبيبي. ممكن تلاقي أخلاق عيادة عادي جدا السنة دي. أنت بتذاكر منهج كله زي ما هو. ماشي يا حبيبي؟ يلا السلام عليكم.